أخلت نيابة وسط القاهرة الكلية سبيل المخرج خالد يوسف بعد التحقيق معه في البلاغ المقدم من الفنانة هالة صدقي التي اتهمته بالسب والقذف والتشهير عبر منشورات على صفحته الشخصية في فيسبوك. وقد أنكر يوسف خلال التحقيقات الاتهامات الموجهة إليه، مشير إلى أنه سبق وتقدم ببلاغات ضد عدد من الأشخاص والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي من بينهم شخصيات عامة بتهم تتعلق بالطعن في الأعراض والتشهير والسب والقذف، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة. أكد يوسف أن دوافع هؤلاء الأشخاص تنوعت بين السعي وراء الترند وزيادة المتابعين أو بدافع الحقد والكراهية، بينما سعى البعض للتغطية على جرائم ارتكبوها أو شاركوا فيها. من جهتها أكدت هالة صدقي عبر محاميها أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها ولن تتنازل عن البلاغ إلا بحكم القضاء.